السلام عليكم. في تساؤل عند أغلب الشباب الموجودين في السودان، وحتى أنا من الناس اللي كنت قاعد أتساءل التساؤل ده. الناس ديل ليش بيموتوا بالآلاف؟ وهنا أنا أقصد الجنجويد بيموتوا بالآلاف في الخرطوم، كل الخرطوم دي ملانة جثثهم للأسف الشديد، وما زالوا بيجوا لسه بالآلاف. يعني انتوا ما سألتوا أنفسكم ليه الناس ديل مصرين بأنه لازم يحتلوا الخرطوم؟ ففي حقيقة الأمر في إجابات كثيرة جدا للسؤال ده، وأي إجابة ممكن تكون هي منطقية. تتعدد الأسباب في القضية دي. الشيء الأول هم مرتزقة طبعا، وأكيد بيجوا من أجل الأموال، وكلكم شاهدتوا إنهم بيكسروا البنوك، وإنهم بيحاجموا الدكاكين بتاعت الموبايلات وأمارة الذهب وغيره من الأماكن اللي قدروا هم يحتلوها. وده التعريف الحرفي للمرتزق، إنه بيقاتل من أجل المال. لكن انا بلمح لحاجة ابعد من كده، انه الناس ديل، لانه الان انتوا شفتوا طبعا البوستات واللايفات بتاعت الاخوة من تشاد ومن موريتانيا ومن افريقيا الوسطى ومن النيجر ومالي، فبتحس الا انه في احتلال للسودان. يعني ما ممكن كل الدول دي ابناء امومة الجماعة ديل الموجودين في كل الدول دي متضامنين معهم. انت بتتضامن مع الزول في الشر؟ اكيد لا طبعا. الليله احنا كسودانيين لو طلعت جبهه سودانيه مش تحتل الدوله تانية احنا بنكون ضدها. فالناس دي عندهم فكره يا جماعه في الادبيات بتاعتهم، الشعوب البدويه دي عموما في الادبيات بتاعتهم وعندهم اسطوره نفس الفكره بتاعت المهدي المنتظر او المخلص. فهم بيعتقدوا انه حميتي ده المخلص بالنسبه لهم، الانسان الذي سوف يعني يخرجهم من براسن الارض الى انهم يجوا يكونوا المملكه بتاعتهم. زي ما انتوا شفتوا الصور بتاعت قالوا الاسم طبعا، وانا ما داير اقول الاسم عشان انا ما داير اتكلم ببعد قبلي شويه، الناس بتفهمني غلط. اكيد شفتوا الفيديوهات وشفتوا الصور، وكان قاعدين يروجوا له، ومن ضمنهم ناشطين موجودين في التيك توك كانوا بيطالبوا بالفدراليه، لانه ده كان تمحيط لانهم يقدروا ياخذوا الحته الدارينها من السودان. حتى جنوب السودان وجنوب السودان وتشاد والنيجر وجنوب افريقيا الوسطى، كل الدول دي من ضمن المخططات بتاعته. فانتوا قاعدين تواجهوا في احتلال، في مرتزقه، في ناس الموضوع عنده بعد عقدي وديني عندهم، وعنده بعد في الادبيات والاسطوره بتاعتهم. فالناس لازم تركز تعرف انه الجيش ده قاعد يحارب في اخطر مشروع واخطر تحديد مره في تاريخ الدوله السودانيه. كامل التحايا وكل الدعم للقوات المسلحه. تحياتي لكم.